قومي يلا يا حلوه انت وهي، اقول لك تعملي ازاي شاورما ما تكلفكيش غير 15 جنيه بس. كل حاجه من بيتك، عندك صدر فرخه، صدر بطه، اي حاجه متوفره عندك. تعالي نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. لو مش مشتركه معايا في القناه او جديده، متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده كده. دي طاسه هنعمل شاورما. عندنا بقى صدر فرخه كده مقطعاه، وطبعا مش هنرميه، الدنيا غاليه فحرام يعني. انا هنا حاطه حته ليا عشان بس تطعم الدنيا كده، عشان تسيح كده. واحط شويه زيت. كده حبايب قلبي، معانا هنا بصل مقطعاه جوانح وفلفل وحبايه طماطم كده. بصي، البصل والحاجات دي على حسب ما انت عايزه الكميه، يعني انت ممكن تعملي بصله واحده، انا عامله بصلتين، تبع ما انت حابه. ده كمان بصل ابيض لسه يعني هيطرى كده، هيتقل، مش هيكون موجود له ايه اكتر جديد يعني. نشوحه كده على نار عاليه. هيتم بس اهو. طب شايفينه الاول تحسوه حجم كبير، دلوقتي بقى شرايح رفيعه خالص. نشوحه كده لحد ما يدبل. المرحله دي بقى هنزل بالصدر اللي احنا مقطعينه. تشويحه برضو كده. لازم تاخد التشويحه كده والنار عاليه عشان تحمر، لان لما نحط الطماطم هنسيبها بقى تستوي ايه البصل، لان الفراخ طبعا بتسويه. خلاص بقى حط شويه فلفل اسمر وكزبره، وهنا كمان كمون، وده كيس خلطة شاورما. مش هحطه كله، هحط بس ايه نصه كده عشان طعم البهارات ما تبقاش باينه قوي. ونشوحه شويه كده وبعدين نحطه طبعا توم مفروم ننزله كده. نرفع التوم كده. الكام فص توم اللي انت هتحطهم دول هيفرقوا معاك في الريحه والطعم وكل حاجه. نعملها دي حبايه طماطم مقطعاها ونضيفها بقى كده. سيبها بقى اغطيها شويه ما تستوي بقى. اضيف لها شويه دقه كده. كده البصله دبلت اهي، قربت تدخل في سوا. سيبها كمان شويه.
رشة القرفة دي بتودي الدنيا في حتة تانية، هي والليل مشويات اي حاجات من دي بحط هدي فيها قرفة، وبالذات الشاورما بحب احط فيها حتة اللي هي دي بتوديكي في حتة تانية كده. ايه رأيكم بقى؟ شايفين انا جهزت الطحينة، شايفين قوامها لسه هتتقل كمان. انا بقى في المرحلة دي علينا النار عشان تبدأ ايه الشاورما بقى تتحمر كده، متبقاش طرية اوي. قلبيها تتحمر كده ولا لا. شايفين اللون احمر كده وبقى ايه تحفة. هنا بقى انا مش عايزة اكلفك حاجة، عايزة اخليكي تاكلي شاورما باقل التكاليف. دي طبعا طحينة تمام، نحط بقى هنا على الشاورما. طبعا ده عيش عادي من بتاعنا بتاع الفرن، هنتني بقى كده زود طحينة، نلف اللفة دي كده. هنا في طاسة على النار فيها نقطة زيت، نحط بقى يتحمر كده. معاكم كمان واحد خلص الكمية وارجع. هنا كده ايه رأيكم؟ مش عارفة جاي غامق ده في الصورة بس هو الحمار افتح من كده. هلا بقى نصب العصير، ده عصير خوخ طبيعي، انا جايبه الخوخ وانا اللي عاملاه هنا. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا. ايه رايكم في غدانا النهارده؟ بصوا والله ما اتكلفت جنيه من بره غير كيس خلطه الشاورما بس، يعني مش حاجه. ايه رايكم بقى؟ العصير ادوق معاكم كده، بسم الله. والله العظيم جميل، مش اول مره اعمله. انا بجيب في ايام الفخ اوانه بيكون شهر مناسب، بجيب كميه وبعملها وبعمل تحفه احسن من اللي بيتجاب من بره. والشاورما طبعا شايفين مقرمشه، سامعين؟ رايكم؟ والله العظيم يعني. قولولي ايه رايكم بقى في التعليق. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.